بسم الله. بسم الله. طيب. السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ طبعا يعني واحد بقاله فترة كبيرة ما طلعش لايف لأسباب كتيرة جدا، بس مش مشكلة. السبب المهم ان احنا رجعنا، ودي الأهم. و وكانت دايما الفكرة من ورا اللايف بصراحة، واحد انه بتشجع ان الواحد ينجيج مع الناس، يعني يفضل على طول كونكتد مع الناس بتواصل. سهلة لانها ما بتحتاجش بقى تحضير وتجهيز، بتحضر الكونتنت ولكن في جزء كبير جدا منه ان انت بتتكلم براحتك في الحاجة اللي انت عايز تعرضها. من الحاجات برضو اللي الواحد دايما بيركز عليها، وهي انه لو عنده حاجة يفيد بيها الناس. وكانت دي المقولة بتاعت مؤسس علي بابا، جاك ما، انه بيقول انه من سن 50 لل60 اشتغل على حاول تساعد اليونج بيبل، يعني حاول تساعد الناس اللي سنها صغير. حاول تساعد الناس، يعني الفكرة كلها في ان انت حاول تساعد الناس. كل ما قدرت تساعد الناس انت هتساعد نفسك، وفي نفس الوقت الناس هتستفيد. وده الهدف من اللايف. كنا زمان لما بدأنا اللايف على البيج كان لينا تارجت، وهو كان البابليك سبيكينج، وازاي ان انت يساعدك ان انت تكسب الثقة بنفسك. زي ما بيقولوا بنضيف مادة جديدة نضيف، عارف اللي تضيف مواد كده للمنهج. بنضيف مادة جديدة دلوقتي، وهي الفاينانشال ليترسي، المعرفة المالية. وباختصار كده وبمنتهى البساطة، المعرفة المالية هي ازاي تتعامل مع الفلوس. بمنتهى البساطة احنا كلنا عايشين في سايكل كده، في دايرة عبارة عن انه فلوس بتخش لنا وفلوس بنصرفها. ان بتوين بقى، ما بين الفلوس اللي ان والفلوس اللي اوت، في حاجة مهمة قوي، وهي تمانج ده ازاي، يعني تظبط ده ازاي، تديره صح ازاي. وهو معرفتك بالحاجة الصح، معرفتك بالإدارة الصح، هو اللي يساعدك تطلع نتائج صح. يعني دايما بنقول المعرفة تمنع جهالة. فمعرفتك بالشيء، معرفتك بالنو هاو بتاعته، كيفية إدارته، يساعدك جدا تطلع نتائج، ونتائج صح، مش مجرد نتائج. عشان كده الفاينانشال ليترسي، وهي المعرفة المالية، ودي حاجة يعني للأسف لا تدرس لا في المدارس ولا في الجامعات. وقليل من الأهالي اللي بياخدوا بالهم إن هي مفروض إن إحنا نعلمها لأولادنا. وهي ماشي، أنا بيخش لي مصروف، أنا بيخش لي إنكم. طب هتعامل مع الفلوس دي إزاي؟ هل محتاج ان انا اوفر؟ هل محتاج ان انا اقلل مصاريفي؟ اسئله كتيره جدا. خلينا نروح في اللايف، وده مش هيبقى اول لايف ان شاء الله، هيبقى في بعد كده على طول كل اسبوع لايف. معتمد على ايه؟ معتمد على المادة نفسها اللي أنا بقولها، وفي معتمد على أسئلتكم، لأن كتير جدا أسئلة بتيجي من إن إحنا ننظم الفلوس إزاي، ننظم مصاريفنا إزاي، إيه مصادر الدخل بتاعتنا، ونزود مصادر الدخل إزاي. أسئلة كتيرة جدا هنمشي فيها واحدة واحدة في اللايف اللي جاي، عشان نبقى زي ما قلت لكم ان احنا نبقى انجيج، نبقى مع بعضينا.
لو عندكم سؤال انا برد عليه او بجاوب عليه في اللايف عشان يساعد ان الكل يستفيد. الفيديوهات دي بتبقى متسجلة واوريدي موجودة على الصفحة، فبتساعد انها تبقى ريفرنس ليك او مرجع لما تحب ان انت تسمعها تاني، او في حاجة احنا كنا مغطينها فانت محتاج ترجع لها. خلينا نخش في الفاينانشال ليترسي على طول، وهي المعرفة المالية. وانا دايما يعني مش هقول بقى ده اختراع وكلام من ده، ولكن انا بحاول ابسط الفاينانشال ليترسي او المعرفة المالية في المثلث. مثلث الرؤوس بتاعته عبارة عن خلينا نبدأ من قاعدة المثلث زي ما بيقولوا. قاعدة المثلث عبارة عن الانكم، الدخل، والاكسبنس، المصروف، وبعدين رأس المثلث ده بصراحة بيجي حاجة مهمة جدا، وهي المايند سيت، تفكيرك. ما هو كل حاجة معتمدة على الإدارة، وهي الإدارة دي جاية من إيه؟ جاية من معرفة، وبالتالي تطبيق، وبالتالي قدرتك على التطبيق. هل أنت عندك قدرة على التطبيق؟ ما كل الناس عارفة إنه في إن وفي أوت، في دخل، فلوس داخلة وفي فلوس طالعة. طيب هل عندي مقدرة ان انا ادير الفلوس دي؟ هو this is the mindset. طبعا قلب الموضوع كله، قلب المثلث ده حاجة مهمة جدا، وهي الكاش فلو. يعني اذا نتيجة المثلث في فلوس داخلة، فلوس طالعة، وعندك العقل المدبر وهو المايند سيت يقدر يشغل الميكانيزم ده، ينتج عنه كاش فلو، ينتج عنه تدفقات نقدية، ينتج عنه فلوس. الفلوس بقى ما بنسميها انه السيفنج، ونحوش فلوس ازاي ونستثمرها ازاي، المراحل اللي انت بتطلع بيها من الف لب لجيم عشان توصل لاعلى ليفل. وليه بقول الفاينانشال ليترسي والمثلث ده مهم جدا؟ بقول الفاينانشال ليترسي لان احنا كلنا عايشين اجواء وظروف يعني مش ظريفة خالص، صعبة على الكل. بس خليني اقول لكم حاجة واحدة مهمة قوي. انا في ناس حواليا رغم الظروف الصعبة دي الا انه عنده، مش هقول عايش في بحبوحة، ولكن عايش براحة بال. ليه عايش براحة بال؟ عايش براحة بال لانه كان عامل سيفنج كويس، رغم انه قيمة الفلوس قلت. انا مقتنع بده تماما، والتضخم عمل حاجات مش كويسة في الفلوس، ولكن الحقيقة انه الناس دي، وهي ده الميزة، انه كان معاها سيفنج غطى التضخم ده، او غطى العجز ده، الفرق اللي حصل ده. فبالتالي ما بقاش هو عايز اقول ايه، يلهث، ما بقاش بيجري ورا انه ايه ده انا يعني. ما هو كنا بنتكلم في 10، فالعشرة بقت 5، قيمتها بقت 5، ولكن هو كان معاه 15، فال15 بقت 10. فاذا العجز اللي حصل ده هو قدر يغطيه، فاستيل فضل عايش في المنظومة بتاعته، او في منطقة الراحة بتاعته، اللي هو نفسيا مش مضطرب، نفسيا مش متضايق، نفسيا مش بيزعل. هيزعل، كلنا هنزعل، مفيش مشكلة، ولكن مفيش مشكلة، ولكن كلنا فعلا هنزعل. ولكن في فرق ما بين انك تزعل وتبقى تروح للدين وللسلف، وفين ان انت تزعل ولكن عامل كفرنج لنفسك، انت مغطي نفسك كويس جدا في الحتة دي. فهي دي الفاينانشال ليترسي. طبعا هو ما عملهاش، اللي عمل ده ما عملهوش ما بين يوم وليلة، لا 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 خالص طبعا. يعني ده من اللي انا متأكد منه. ولكن هي بلان طويلة الأجل وقصيرة الأجل. يعني هي بلان طويلة اشتغل عليها، نظم الفلوس اللي داخلاله واللي طالعاله، واللي داخله منه، اللي داخلاله واللي طالعه منه، وبالتالي دايما عامل كفر، دايما أنا بسميه غطاء مالي. يعني انت دايما عندك غطاء
مالي في اي مشكلة، في اي ازمة، في اي طوارئ انت جاهز. ويمكن دي بنسميها اللي هي الشورت بلان، يعني الخطة القصيرة الأجل. بعد كده بنعمل خطة طويلة الأجل وخطة طويلة الأجل، يعني في كذا خطة هنتكلم فيها، وهنتكلم فيها بعد كده later on في الفيديوهات اللي جاية. ولكن أنا عايز أتكلم في الثلاث محاور الأساسية لمثلث الفاينانشال ليترسي، المعرفة المالية. وهي أول حاجة وهي الدخل، الانكم. كلنا مصدر الدخل مش واحد، مختلف. في اللي هو موظف في شركة، فبالتالي الدخل بتاعه ثابت بطريقة معينة. في الستارت ابس، الانتربرنورز اللي عندهم سمول بزنس، شغالين عندهم بزنس كبير، ولكن مع تنوع مصادر الدخل دي، الا انه مصدر الدخل واحد ما ينفعش يبقى مصدر واحد. يعني احنا بنتكلم على بلان، ما نبصش على القصة على ان احنا بنتكلم على امبارح او بكرة او الشهر اللي جاي. انا باخد المعرفة اللي تساعدني ازاي اظبط نفسي وازاي اقدر ادير الموضوع ده على اللونج بلان. يبقى انا لازم احط زي ما بيقولوا خط النهاردة وابدا معاه. انا عارف انه ممكن الخط ده يبقى صعب شوية في اليومين دول، ولكن لازم ابدا، لازم ابدا. يعني لازم احط لازم دايما يبقى عندي البلان. بنتفق كلنا انه في نهاية كل شيء وفي نهاية اي مشروع في شيء حلو وفي شيء وحش. في ان انت تبقى مبسوط او ان انت تبقى متضايق. واكيد لما يحصل عندك عجز وقلة فلوس اكيد هتبقى متضايق، وده الهدف ان انا مش عايز اوصل له. مش عايز اوصل ان انا ابقى متضايق على طول، ان انا مديون على طول، ان انا عندي قروض على طول. ليه لان احنا الحياة قصيرة جدا، يعني very short، مش طويلة للدرجة اللي احنا متخيلينها. وبناء على الحياة القصيرة دي نحاول نعيشها بسلاسة، ببساطة، بسهولة، عشان نبقى سعيدين ومبسوطين بيها. طيب نرجع تاني للنقطة بتاعتنا، وهي مصادر الدخل. دايما مصادر الدخل، لو انت موظف، مصدر الدخل بتاعك هو مصدر واحد بس. طيب هل المصدر ده مكفيني؟ هل موفي معايا زي ما بيقولوا؟ لو مش موفي معايا، يبقى انا محتاج اشوف مكان تاني، محتاج اطور مهاراتي. عشان انتوا عارفين دايما اقولها للشباب، يعني اقول لهم لازم تعرف تبيع نفسك. بيع نفسك ده يبقى ليك سحر في السوق، يبقى ليك قيمة كبيرة في السوق. دي مش هتحصل ما بين يوم وليلة، ومش هتحصل إلا لما تزود مهاراتك، تزود إمكانياتك، تختلف عن الآخرين. ما هو أنت لازم تبقى مميز عشان يبقى الإيفاليويشن بتاعك أو التقييم بتاعك في السوق من A أو B بلس إلى A و A بلس. فمش عمرك ما هتوصل لده إلا لما يبقى عندك مهارات وإمكانيات مختلفة. على سبيل المثال مثلا الشهادات، يعني بعض المهن محتاج ان انت يبقى معاك سيرتيفيكت عشان تبقى مميز، لان اصبح دلوقتي خريجين الجامعات اعدادهم ضخم جدا. فاصبح ان انت دايما محتاج ان انت تاخد ستيب فورورد، يعني خطوة للامام، اسبق زمايلك. اسبق زمايلي ازاي؟ بان انا اخد سيرتيفيكت، اطور مهاراتي. من ضمن المهارات اللي انا دايما بريكومند وبحس الناس عليها، وهي مهارة البابليك سبيكينج، وهي قدرتك على الكلام وقدرتك على الاقناع وقدرتك على الوقوف قدام الناس بثقة وتتكلم وانت مقتنع تماما بالكلام اللي انت بتقوله وتوصله للناس، مش مجرد ان انت تتكلم.
فدي مهارة من المهارات الأساسية جدا، وبتفرق قوي، بتفرق في شخصيتك، وبتفرق على الامباكت، تأثيرها على الشخص اللي قدامك. فإذا نرجع لموضوع الوظيفة دي، محتاج ان انت تزود زي ما بيقولوا الكريدت بتاعك في السوق. هتزوده ازاي؟ هتزوده باكتساب مهارات جديدة. لو في سيرتيفيكت في المجال بتاعك، خد السيرتيفيكت دي عشان يبقى ليك وضع مختلف في الحالة دي. بس هتقدر انه لو الانكم بتاعك 10 هيبقى 10 بلس 2 او بلس 1، فبالتالي هتزود الدخل بتاعك. الحاجة التانية في الدخل، لو انت برضو موظف او صاحب اعمال وكلام من ده، اي حد فينا، اي حد ما ينفعش او من المطلوب انه يبقى مصدر الدخل بتاعك متنوع، بيجي لك فلوس من كذا مكان، مش من مكان واحد. عشان دايما لما بنقول انه في مصدر من الدخل وقف عطل زي ما بيقولوا، يعني يبقى انا دايما عندي مصدر تاني بيعيشني الفترة اللي انا اقدر اقوم فيها الشغل الاولاني او المجال الاولاني. اما بالنسبة للحاجة التانية في الدخل، وهي ان انت تشتغل على حاجة او تعمل حاجة جديدة مختلفة عن المجال بتاعك. انا بشتغل في مجال المراجعة والمحاسبة، ماشي، ده مجال شغال، وده زي ما بيقولوا بلان A، ولكن دايما لازم يكون عندك بلان B. وبلان B دي معتمدة على ان انت لازم تبني لها المجال بتاعها. يعني هو انت لما بقالك 10 سنين 12 سنة شغال في بلان A، اكتسبت خبرة واكتسبت مهارات وبقيت كويس جدا في الحتة دي. فإذا عامل الوقت، خلينا متفقين انه عامل الوقت هو عامل مهم قوي عشان ابني مهارة جديدة وحرفة جديدة. فإذا لما أروح لمجال على سبيل المثال مجال التدريب أو مجال البابليك سبيكينج، إذا هو محتاج إن أنا المهارة دي محتاجة وقت عشان أتعلمها، وبعدين أتقنها، وبعدين أتعرف في السوق والناس تعرفني، ومن ده كله أبدأ إنه المهارة دي بعد كده تبدأ تدخل لي دخل إضافي جنب بلان A، وهي شغلي اللي موجود. فأصبح ده مجال الدخل، وأنا محتاج الدخل بتاعي أنظمه إزاي، أزوده إزاي. ودي قلنا بالطرق اللي احنا قلنا عليها. إذا كان أنت موظف، محتاج أن أنت تدور على شهادات تغير الشركة اللي أنت شغال فيها إذا في إمكانية، عشان دايما تنقلك من ما بين الشركات أو تنقلك من بوزيشن لبوزيشن دايما بيفرق في المرتب، وبالتالي أنت بتحاول أو بتسعى إلى أنه الإنكم بتاعك يزيد. دي أول بند. تاني بند بالنسبة لنا، وهي احنا لسه بنتكلم في قاعدتين المثلث بتاع الفاينانشال ليترسي. القاعدة البند التاني وهو المصروفات. وحتى كان من حوالي اسبوع كده بالظبط، وده يمكن اللي شجعني وحمسني قوي على ان انا ابدا اعمل لايف، انه كان في حد كاتب بوست: انا عايز حد يساعدني في تنظيم المصروفات الخاصة أو المصروفات المنزلية أو مصروفاتي الخاصة. فهي فعلا الموضوع مهم. يعني في ناس كتير ممكن الانكم بتاعها كبير وكويس ودخل محترم، ولكن في الحقيقة هو ما بيعرفش يدير الدخل ده. آخر الشهر الفلوس بتروح، ممكن كمان يكون مديون ومستلف، وممكن يبقى محتاج انه هو يزود، رغم انه الدخل بتاعه اصلا على امكانيات صرفه او امكانيات حياته او اسلوب حياته انا شايفها انها كافية جدا، وممكن يوفر منها. خلي بالكم الكلمة ممكن يوفر منها. الدخل، انت متخيل ان الدخل اللي جاي لك ده قليل، ولكن هو في الحقيقة انه اسلوب حياتك والستايل بتاعك وامكانيات يعني عايز اقول الليفل اللي انت عايش فيه
الانكم ده يغطيه، ولكن حضرتك بتصرف غلط. يعني الدخل كويس ولكن حضرتك بتصرف غلط، بغض النظر عن موضوع التضخم والكلام ده. احنا بنحط قاعدة، يمكن هنعدي السنة دي ان شاء الله على خير يا رب، هنعدي السنة دي ان شاء الله يعني ولكن انا بتكلم على ان انا احط قواعد في حياتي او اسلوب معين اشتغل عليه عشان في الاخر احصل على نتيجة كويسة. النتيجة الكويسة ان انا بعيش كويس، اعيش من غير قلق، اعيش من غير ديون، عايش من غير مشكلة مالية. دي مش هتحصل، ده مش هيحصل الا لما يبقى عندي القدرة على اني اعرف اعمل ايه بالفلوس اللي بتجيلي، اديرها ازاي، اوفر منها ازاي، احافظ عليها ازاي. كل دي اجابات بتوصلني على ان انا يبقى عندي القدرة ان انا اوصل لنتيجة مش هقول مرضية وبس، لا، وتخليني سعيد للفترة اللي بعد كده او سعيد لبقية عمري. ليه؟ لان احنا في فترات عمرنا حياتنا بتتقسم على طول بال5 سنين وال10 سنين. كل 15 سنين لازم تقف وتعمل ايفالويشن، تعمل تقييم لنفسك. انا فين؟ اللي فات 1 2 3 4، اللي جاي هيبقى 1 2 3 4 5 6. طيب اللي فات ده كان ايه الصح وايه الغلط؟ ايه اللي كان معمول؟ مفيش صح وغلط، ولكن في صح، وممكن حاجة كنت اعملها تبقى افضل، توديني لنتائج احسن. هو انا خلال ال5 سنين او ال10 سنين اللي فاتوا هل عملت اي نوع من التوفير؟ الاجابة لا. طيب ليه؟ ايه اللي كان منعك من التوفير؟ هنا لان انا كنت بصرف بطريقه بيجي لي فلوس كتيره، فالفلوس اللي بتيجي بتتصرف، انا مش محتاج ان انا احوش، الدخل بتاعي كويس قوي، انا اللي بيجي لي على طول بصرفه. ماشي، انا موافقك، ولكن عملت حساب بكره؟ عارفين زمان لما كان يقول لك اعمل حساب بكره؟ دي النقطه، اعمل حساب بكره. حساب بكره ان انت ما تكونش في الوظيفه اللي انت شغال فيها. انه كلنا متابعين وورد وايد عالميا قد ايه الناس بيحصل الناس بتمشي من شغلها. شركات وشركات كبيرة عظمى وضخمة ما كانش عمرنا نتخيل انها تاخد القرارات دي، خدت قرارات ومشيت الناس. العالم في حالة انستيبل خالص، وبالتالي الكل بيروح في حتة ان هو ممكن يفقد وظيفته. فاذا انت ممكن تفقد الوظيفة، فعملت ايه لبكرة؟ هي ده البلان، ان انت لما تسيب شغلك هل انت عامل بلان ان انت في عندك غطاء مالي كفر لمدة 6 شهور، لمدة سنة؟ هل فكرت في ده؟ هل حطيت بلان لده؟ محتاج، عشان زي ما قلنا انه احنا محتاجين فلوس ومحتاجين مصاريف ومحتاجين نعيش حياة مالية صح. ده مش هيتم الا بالتخطيط الصح. فدي الجزء بتاع المصروفات. طبعا احنا هنتكلم في البنود دي في اللايف اللي جاي واللي بعده واللي بعده في تفصيلا ازاي ادير الفلوس. انا بس يعني زي ما بيقولوا ايه، دي انترودكشن كده، بدايه للفاينانشال، للفيديوهات بتاع الفاينانشال ليترسي. فعايز اخليها يعني كاستمايزد قوي على الثلاث نقط اللي انا هتكلم عليهم، زي بريف، مش هقول انها دخولا في التفاصيل، لان كل واحدة من دول لازم يتحضر لها او يبقى جاهز لها سكريبت كامل ان احنا نتكلم فيه ونتكلم نعمله ازاي وايه اللي احنا محتاجين نشتغل عليه. وهنضيف بعد كده الجزء بتاع السمول بزنس وازاي يعملوا بادجت. حتى انت كبيرسون، يعني انا دايما كنت اقولها انه اعتبر نفسك انت كشخص، احنا كافراد اعتبر نفسك شركة. دايما الشركات ايه؟ تهدف الى الربح، يعني اي شركة تهدف الى الربح. انت كشخص محتاج ان انت تفكر بنفس الفكر بتاع ان انت تهدف الى الربح. يعني ايه تهدف الى الربح؟ يعني لما توفر فلوس تستثمرها في المجالات المختلفة، فبالتالي تجيب لك انكم تاني او يعتبر مصدر دخل تاني. يبقى في الحالة دي انت شخص فعلا زيك زي الشركات،
تهدف الى الربح. طيب في النقطة دي بالذات، في النقطة دي محتاج ان احنا نتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي المايند سيت. تفكيرك بقى. يعني لسه قايلين ايه؟ الناس بيبقى الانكم بتاعها، الدخل بتاعها كويس جدا، ويعيشها حياة كويسة جدا، ومع ذلك عايشة في ضيق وعايشة في مشكلة. ليه؟ لانها ما عرفتش تدير الفلوس اللي جات لها دي ادارة صح. ما عرفتش توفق. ده كله جاي منين؟ جاي من المايند سيت، جاي من تفكيرك انت. هل الفلوس انا لو جالي النهارده مبلغ 10 15 20، هل 20 دول ابقى سعيد بيهم جدا ومبسوط بيهم جدا وانزل اصرفهم؟ انزل اروح اشتري ادفعهم مقدم في عربية؟ ولا لا، مفروض محتاج انهم يتقسموا. هل ان انا هجيب العربية الاكس اللي انا عجباني، اللي هي سعرها غالي قوي، اللي هو سعرها 20، ومحتاج فوق 20 كمان؟ ولا لا، في عربية اقل بس ممكن ادفع 10 ووفر 10، او ادفع 10 واصرف 5 ووفر 5. تفكيرك بالطريق. هل ان انا محتاج اركب اخر حاجة في اي اخر موديل؟ برضو الاجابة لا. ليه دايما انت بتقيس ده بوضعك المادي، بامكانياتك؟ هو ده التفكير، ان انا اخد ال20 دي اروح اصرفها مرة واحدة كلها، ارميها في بول واحد كده، في صندوق واحد. ما انا مبسوط بقى، جات لي 20 من حيث لا احتسب، يعني حتة بونص كده حلو جه، اروح مطيره. ولا اخد ال20 دي واقسمها على كذا بند. هنا تفكيرك انت هو اللي بيؤدي الى النتائج اللي احنا بنتكلم عليها. هو هل انا هطلع نتائج صح، نتائج كويسة، نتائج في الاخر تخليني اعيش مرتاح؟ ما هو خلينا متفقين على مبدأ، وهو ان انت عايز تبقى عايش مرتاح. عايش مرتاح ماديا، عايش مرتاح صحيا، عايش مرتاح نفسيا، عايش مرتاح في جميع البنود الحياة اللي انت بتمر بيها او تتعايش معاها. ومن ضمنها البند الاساسي جدا وهو بند الفلوس. فلان بند لا نختلف عليه، يعني كلنا عايزين الفلوس وعايشين، لان ده المصدر اللي بيخلينا، ده الغذاء بتاعنا، يعني ده البنزين بتاع الايه اللي بيمشينا. فخلينا نروح في الحتة دي اكتر، وهي كل ما كان المايند سيت بتاعك، تفكيرك منظم، تفكيرك بتقدر بتنظم وتدير. خليني اقول دايما، اقول مانج، تدير الفلوس اللي جايه لك دي. ما تفاجئش وبتحصل لي حاله انبهار بالفلوس، فبالتالي اصرفها كلها في مكان واحد. دي بتساعدني في ان انا اعيش حياه كويسه جدا، حياه ممتازه. من ضمن البند المصروفات كمان، وده بيساعدك المايند سيت بتاعك، وهو القاعدة بتاعت 50-30-20. 50 هتصرفهم على المصروفات اليومية والطبيعية بتاعتك، أكل وشرب ومواصلات وخلافه وبنزين وخلافه. طيب 30% على اللي انت دايما بيقولوها الوونت، اللي انت محتاجه، مش اللي انت عايزه، اللي انت عايزه. انت بتدور على تصرف 30% على اللي انت عايزه. العربية دي انت عايزها مش محتاجها، لان انت ممكن في وسائل اخرى بديلة عن العربية، ولكن انت عايزها. فهل العربية لما تيجي تشتريها بتروح في الحتة بتاعت الوونت، اللي انا عايزه، بتروح في 30%؟ هل 30% تغطي لي مثلا قسط عربية، او ان انا جزء من شراء العربية؟ اذا كان بتعمل كده فروح اشتري عربية. طبعا 20% التوفير.
والتوفير ده مهم جدا، لان هو ده اللي هيودينا للنقطه او قلب التراينجل. دايما المثلث بتاع الفاينانشال ليترسي بنقول انه القلب بتاعه هو الكاش فلو. انا يجيني تدفقات نقديه ازاي؟ عمره ما هيجيلي تدفقات نقديه وانا ما بعرفش ازود دخلي، ما بعرفش ادير المصروفات بتاعتي. لحد النهارده المايند سيت بتاعي ماشي في اتجاه مش مناسب. مش هقول غلط وصح، ولكن مش مناسب وما بيدينيش نفس النتيجة اللي انا عايزها، وهي السيفنج. فالسيفنج ده هل السيفنج ده هو الكاش؟ هل الكاش هو الكاش فلو؟ هو التدفقات النقدية؟ لا، السيفنج ده هو البذرة او النقطة اللي هتساعدك تعمل تدفقات نقدية. بمعنى انه السيفنج ده هو النقطة اللي انت هتنطلق منها عشان تعمل استثمارات، تدخل في انواع المختلفة من الاستثمارات، وده هنتكلم عليه في فيديو تاني. دخولك في الاستثمارات ده هو اللي يساعدك على ان يبقى عندك كاش فلو، عندك تدفقات نقدية، عندك مصادر دخل مختلفة. كل ده يساعدك جدا ان انت تعيش حياة مالية كويسة. كل ما كان عندك معرفة مالية جيدة، كل ما كان يساعدك ان انت تعيش حياة مالية كويسة ليها تأثير جيد جدا على نفسيتك، على علاقاتك، على حياتك، وعلى صحتك. عشان كده اصبح انه الفاينانشال ليترسي، المعرفة المالية، حاجة لن ولم تدرس لا في المدارس ولا في الجامعات. محتاج ان احنا نبقى عارفين عنها كويس جدا عشان نديرها صح. كل ما عرفت صح طلعت النتائج صح. هو ده اللي انت محتاجه في الفاينانشال ليترسي. خلينا دي نقول ده الفيديو البداية زي ما بيقولوا. هنخش تفصيلا بعد كده في الفيديوهات اللي جاية في كل بند من بنود الفاينانشال ليترسي. هنروح على هننتقل بعد كده لحاجة السمول بزنس كمباني يقدروا يعملوا ازاي قوائم مالية، ويعملوا بادجت، ويعملوا حسابات لنفسهم تساعدهم ياخدوا قرارات، وياخدوا قرارات صح. فدي مهمة جدا. نقطة أخيرة قبل ما انهي، وهي دايما فكر على ان انت كشخص مش فرد استهلاكي. لازم تشتغل بالمايند سيت بتاع ان انت شركة تهدف الى تحقيق الربح. هحقق ربح ازاي؟ هنا هتبقى علامة استفهام كبيرة جدا، محتاج اشتغل عليها. محتاج اعرف الشركات كلها بتسعى الى تحقيق الربح. يعني خلينا نقول كلمة اخرانية قبل ما نقفل اللايف. اي شركة النهاردة بتسمع فيها كلمة مهمة جدا، وهي cut down expenses، يعني قطع المصاريف، يعني تخفيض التكاليف، يعني تخفيض الانفاق. اشمعنى الشركات بتعمل تخفيض للانفاق وانت كشخص ما بتعملش تخفيض للانفاق؟ لما يبقى الحال محتاج ان هو توفير للنفقات، لازم تهدف الى الربح. كل ما كان سعيك ان انت تهدف الى الربح، هيبقى عندك المايند سيت، عندك التفكير اللي يشغلك بنفس السكة دي، ان انت تهدف الى الربح. اي شخص يسعى الى انه يبقى مؤسسة تهدف الى الربح، لو كان ده فكرك صدقني هتشتغل، هيبقى عندك المعلومة الصح، هتطلع نتائج صح، وهتعيش حياة مالية كويسة أو حياة مالية صح. بشكركم جدا على وجودكم، أشكركم، وإن شاء الله أشوفكم في اللايف اللي جاي. هيبقى كل يوم حد الساعة 8 على الصفحة بتاعتنا أنس سبيكرز. بشكركم جدا. من اي اسئله بليز حطوها على الكومنتس تحت الفيديو، هيبقى موجود بعد ما نقفل اللايف، هيبقى موجود على الصفحه. حط الكومنتس بتاعتك وانا هحضر الفيديو اللي جاي هجاوب على الاسئله دي كلها. مش هجاوب عليها برايفت، ولكن ميزه ان احنا نعمل عليها فيديو بحيث انه يحصل استفاده للكل. بشكركم جدا واشوفكم على خير في اللايف اللي جاي. السلام عليكم.